بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. فيديو جديد وروتين شتوي مليان نشاط وطاقة ايجابية. الشتا جه علينا على سهوة كده يا فوزية واحنا مش واخدين بالنا. هنطلع الدفايات وهنطلع البطاطين وكمان هنعمل اكل المطاعم اللي الولاد بتحبه. ابدأي يومك بتفاؤل وثقة بالله، ادي لنفسك طاقة ايجابية. هتبصي تلاقي اليوم بتاعك مر عليكي كده بسعادة وامل. ربنا بيغير الحال من حال لحال في ثانية واقل من ثانية، فدايما ندعي ونقول اللهم غير حالنا من حال الى احسن الاحوال. اللهم امين يا رب العالمين. تعالوا كده نسمي الله، بس ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب. اول حاجه طبعا يا بنات قمت وصليت الفجر وقلت الاذكار بس ما قلتهاش كلها، قلت ذكرين كده وقلت اعملي كوبايه شاي بلبن واعملي سندوتش، وبعد كده اقعد القعده اللي انتوا هتشوفوها دلوقتي اكمل الاذكار بتاعتي. طبعا لازم تقومي من النوم تفطري لو حاجه بسيطه، بيضه مسلوقه، سندوتش جبنه بسيط زي اللي انا عاملاه دوت، بسكوته صغيره. ما ينفعش اللي انت تشربي كوبايه القهوه على غير الريق، ما ينفعش تشربي كوبايه شاي كده ساده. ولادك محتاجين ست قويه، محتاجين ست صحتها كويسه عشان تقدر تخدمهم، فلازم نحافظ على صحتنا عشان خاطر ولادنا. قعدت القعدة الجميلة دي قدام الكعبة كده، يا رب ينولها لنا يا رب اللهم امين. ومعايا السندوتش القمر اللي انتوا شايفينه دوت وكوباية الشاي بلبن بتاعتي، وقلت اكمل بقية الاذكار. طبعا اذكار الصباح والمساء ديت ايه اللي يخليكي اللي انتي ما تقوليهاش؟ ايه السبب اللي يخليكي اللي انتي ما تدعيش حاجة ربنا قالك ان الدعاء ده فيه نفع لنفسك؟ يعني ربنا مش عايز مننا حاجة. لما تيجي تقولي الذكر اللهم عافيني في بدني، اللهم عافيني في سمعي، اللهم عافيني في بصري، اللهم اني اعوذ بك من الكفر والفقر، الفقر اللي كلنا بنخاف منه، ايه اللي يخلينا نسيب الذكر ده؟ الذكر التاني اللي هو حسبنا الله ولا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ربنا بيقول لو احنا قلنا الذكر ده صبح او مساء هيكفيكي من هم الدنيا والاخره. هم اي حاجه بقى انت عايزاها، حاجه انت نفسك فيها، حاجه متعقده وانت مش عارفه تعمليها، ربنا بيقول لك خلاص دي خلصانه، دي عندي انا النهارده خلاص خلصانه. هتقولي الذكر ده هيهمك اي حاجه هماكي في اليوم ده دنيا واخره، ربنا بيسرها لك. بس طبعا القواله مش بالبق كده، القواله بالقلب. لازم تحسي بالذكر اللي انت بتقوليه. تعودي كده نفسك كل يوم تحفظي ذكر، تقولي ذكر، يوم بعد يوم هتلاقي نفسك ان انت تعودتي واللي انت بتقولي اذكار الصباح والمساء. بالليل غسلت البطانيه واللحاف، جبت طبق كبير مليته ميه وحطيت كلوروكس وحطيت اريال، بس تدوبي الاريال عشان ما يلبكش في البطانيه، ومليتها ميه وقعدت ادوس عليها برجلي كده. وبعد كده غيرت الميه وحطيت ميه تانية، والصبح حطيت دوني وشطفتهم كويس ونشرتهم، والدفايه كنت حطاها في الغساله. الشرشوبه قبل ما ببدا اللي انا استخدمها بحط في كلور، بنقعها كده في الكلور، ومعطر اي معطر يعني بسيبها لمده 5 دقايق وبعد كده استخدمها. دخلت بقى يا بنات على اوضه النوم، مسكتها خليتها فله، شلت الازاز بتاع التسريحه ومسحت الخشب بملمع الخشب، وبعد كده حطيت المفارش تحت الازاز وحطيت الازاز ومسحت طبعا بالجلانس، وجبت الصينيه القمر ديت بتاعت ايكيا ورصيت الحاجه بتاعت اختكم ام حمزه. ده كريم تفتيح بتاع الصبح وبالليل، والبرفانات بتاعتي دي اغراضي يعني حاجتي. وكمان حطيت ده اللي بنحطه تحت العين على هالات السودا، وكمان فيتامين سي يا بنات حلوه قوي 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 لما تحطيه كل يوم بالليل، بيخلي البشره كده نضره وجميله جدا. وفيتامين اي بستخدمه لما بعمل الماسكات، لما بعمل الماسكات اللي هي البلدي بتاعتنا ديت بحط فيتامين اي. طبعا رصيت كل حاجه في الصينيه القمر دي، ولو ما عندكيش الصينيه دي ولا يهمك حطي كده وخلاص. المهم تظبطي الحاجه كده وتعملي الحاجه وانتي مبسوطه وسعيده. دي علبه الاي شادو، ودي عينات كانت جايه مع هديه يعني مع علبه الاي شادو دي. طلعتها كده من العلبه قلت بلاش كركبه، وفضيت كل حاجه وظبطت. بصوا خليتها فله فله. طبعا ده الكحول عينته، لقيته شكل مش ظريف عينته. بصوا حطيت بقى الورد الظريف دوت خطير، نظافه حلوه، تلاقي الريحه حلوه كده والمكان جميل ونظيف. بعد كده تصلي بقى على رسول الله عليه الصلاه والسلام، ودخلت على الكوميدينو
برشة النعام مسكت الاباجوره نفضتها، وشلت برضو الازاز ومسحت الاول بملمع الخشب، وبعد كده حطيت الازاز ده انا خدته بصراحه في التويليت ومسكته وغسلته كويس جدا، وبعد كده برضو عملته بالجلانس عشان الجلانس بيدي لمعه حلوه جدا للازاز. جبت الدفايه القمر بتاعتنا ديت، طبعا حطيت الواقي ده بيحمي المرتبه بشكل خطير. ولو ما عندكيش واقي، اي ملايه قديمه عندك ادمت عندك مش بتفرشيها، بتجيبيها وبتحطيها، لفي كده من الجناب استك وهتلاقيها مسكت في المرتبه. وفرشت الدفايه. بصوا الشتاء وجمال بقى، الشتاء بتحسي كده بدفى، حاجه كده جميله. طبعا الدفايه دي ملهاش اكياس مخده، فحطيت اي كيس مخده عندي، وحطيت الكياس دوت بتاع المفرش بتاع السرير، حطيته في الخداديات كده لونه احمر زي الدفايه. وكده فرشتي السرير. وطبعا مسكت بقى كنست الاول، قبل ما نمسح لازم نكنس، تشيلي كده الترابه الناعمه الاول، وبعد كده قبل ما تحطي ميه. وبعد كده حطيت الشرشوبه بقى، في الشرشوبه فيها ميه، وحطيت كلوروكس، وحطيت اي معطر عندك حطيه مفيش اي مشكله. ومسكت الارض لمعتها، خليتها فله كده. طبعا مش هفرش سجاجيد خالص دلوقتي الا لما اخلص الشقه كلها، لسه بقى اوضه الولاد ولسه الليفينج، لسه بقى شغل كبير يعني. جبت البطانيه القمر ديت وفرشتها على السرير، هي جت صدفه كده، البطانيه لون الدفايه، هي كده بتبصي تلاقي اليوم جميل، كل حاجه متوفقه، يا رب يوفقنا جميعا كده اللهم امين. طبعا الدولاب برضو مسكته بالملمع الخشب، والشباك بقى قفلته كده وشديت الستاره. يا سلام يا ام حمزه، يا سلام على النظافه، يا سلام. شايفين الروقان يا اولاد؟ شايفين؟ ربنا يروق بالكم يا رب اللهم امين، ويروق بالنا. شايفين الشتاء وجماله؟ انا بحب الشتاء جدا. ورشت بقى المعطر العسل ديت وكده تمام. جه ميعاد الغدا وقلت احضر الغدا للولاد، حطيت جريل على النار وقلت اعمل لهم سندوتشات برجر خطيره. البرجر ده انا عاملاه في البيت، ان شاء الله هنبقى نعمله مع بعض، ما بجيبوش من بره. اعملي كل حاجه اعمليها في البيت، الحاجه اللي تعرفي تعمليها اعمليها، اوفر وانضف، وانت عارفه اللحمه اللي انت مستخدماها جايباها منين ومصدرها ايه، ويعني حاجه نظيفه انت عاملاها للولاد. عملت الماكس كاتشب، مايونيز، مستردة، بحطهم على بعض كده وبقلبهم، بيدوا طعم حلو جدا للسندوتشات. اول ما البرجر بتاخد لون بقلبها الناحيه التانية. وجبت عيش، ده عيش ماك بيتباع في السوبر ماركت، الولاد بتحبه عن الكايزر يعني. وبدهنه كده بالخلطه اللي انا عاملاها، خلطه الكاتشب والمايونيز والمستردة، الميكس اللي انا عملته بيدي طعم تحفه فعلا للسندوتشات. بجيب بصلايه بقطعها حلقات وبسيبها كده تدبل، وبعد كده بحط على وش البرجر جبنه موتزاريلا. بصي الجبنه دي حلوه جدا وبتسيح كده وبتدي مطه حلوه قوي. الجبنه بتاعت البرجر بقت غاليه جدا، انا بصراحه بستغنى عنها وبعمل جبنه موتزاريلا للولاد، لكن انت حابه تجيبي الجبنه بتاعت البرجر مفيش اي مشكله، بس احنا بنحاول نوفر وندبر، خليكي موفره ومدبره. البصلايه بقطعها حلقات وبحطها، واول ما تدبل كده اطلعها احطها على البرجر. يعني طلعت البرجر طبعا علشان العيش كبير فبحط 2 برجر، وبحط البصل اول ما دبل معايا، وبحط شرايح طماطم تقطعيها شرايح رفيعه، وطبعا بحط من الماكس اللي انا عملته، بحط كده على الوش، وكده السندوتش بقى جاهز معايا. ألذ سندوتش. الاكل ده الولاد بيحبوا يجيبوه من بره، احنا نعمله في البيت، اوفر وانضف واحلى. شوفي السندوتش ده لو جبتيه من بره هتجيبيه بكام؟ وكمان بدل ما هتجيبي سندوتش واحد الولد هياكله مش هيشبع، لا انت اعملي في البيت كميات والولاد ما شاء الله هياكلوا وهيشبعوا. شايفين الشكل؟ تحفه، وكان طعمه خطير. البصل بصراحه مع الطماطم مع الميكس اللي احنا عملناه بيدي طعم حلو جدا للسندوتشات. طلعت بقى البطاطس وحطيت لهم عليها كده كاتشب، وكده كنت بصوا اكل عظيم، هما بيحبوا الاكل دوت. وكده الروتين بتاعنا خلص. ما تنسوش بقى لايك وشير وسبسكرايب، وما تنسيش تحفظي كده اذكار الصباح والمساء، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.